السلام عليكم. اول حاجه بس انا عايز اقولها لك قبل ما تعمل اي حاجه. عايزك بس تكمل الفيديو ده للاخر وتشغل مخك وتشوف الهدف منه، وبعدين يا سيدي امشي. بس معلش، بعد اذنك كمله للاخر بس. يلا نبدا بقى. اهلا بيكم. الفيديو ده تجربه حقيقيه انا حددت نفسي فيها ان انا اعمله خلال 3 ساعات بس، بدون اي مونتاج ورغم التشتت اللي عندي. والمفارقه هنا ان انا هتكلم عن التشتت نفسه، ازاي بيتحكم فينا، وازاي قدرت اقاومه عشان انجز الفيديو اللي انت تتفرج عليه ده. اول حاجه، التشتت ايه هو؟ التشتت ببساطه هو لما يكون عندك حاجه انت عايز تخلصها بس عقلك يقعد يوديك يمين وشمال. وزي برضه مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب والافكار العشوائيه بقى اللي بتجيلك في دماغك، تقعد تقول انا عايز اعمل مونتاج كده او مش كده، او اللي هو يعني انا هحكي لكم كافكار ايه. بس نكمل بس لحظه. ازاي بقى ايه كنت هضيع وقتي بدل ما اعمل الفيديو ده؟ تمام. اول حاجه لما انا قررت اعمل الفيديو هحكي لكم اهو بقى دلوقتي. عمال اقول ان انا ايه لازم بقى فيديو نعمله الناس كلها، ولازم نعمل مونتاج يكون احترافي، وانا اصلا برضو لسه بادئ في المونتاج مش متعلم قوي يعني. فقلت لازم بقى انزله كده بقى، ودي برضو من الاسباب. فانا ايه اللي عملته؟ ان انا رحت قايل لشات جي بي تي: يا شات جي بي تي، يعني انا حتى والله لازم دلوقتي اهو انا بقرا من السكريبت اللي انا كاتبه، اللي انا طلبته من شات جي بي تي. قلت له يعمل لي ايه؟ قلت له يعمل لي فيديو بيتكلم يعني عن التشتت وخلال 3 ساعات وبدون مونتاج. بفضل الله عملهولي وكده. وقلت ان انا اقرا لكم اهو من اوله. وصلنا للبادي بتاع الفيديو اللي هو الجسم يعني، وبشرح لكم اهو دلوقتي. فانا وصلت وعملت لشات جي بي تي وقلت له وبقراه دلوقتي اهو. فالمهم ان انا اقصد اعمله ان انت سيبك من اي حاجه تانية، مش تشتت نفسك. اعمل فيديو كده وخلصه وخلاص. فاللي انا بحاول اعمله اهو ان انا عملت فيديو كتير ونزلته عشان الناس. بس انا عارف لو انا ومنها برضو اهو ان انا لو كنت استنيت عشان هقول مونتاج وكده، والله الفيديو ده ما كان اتعمل. وان انا استنى بقى عشان تبقى الحلقه كامله من جميع نواحي وكده. فانا حتى هو اصلا ولا في سكريبت ولا في اي حاجه، انا بتكلم والسكريبت انا مش بقرا منه اهو. فاقصد ان انت مش شتت نفسك وقوم اعمل حاجه وكده. وفي الاصل الفيديو اصلا عامله ليه؟ عشان شفت واحد كتب بوست يعني قال ان هو مشتت جدا وكان عايز يبدا في حاجه يعني هو عايز يبداها. فعموما مش بدأ فيها اساسا، يعني هو مش بدأ فيها بسبب ان هو يعني مشتت قوي، وكان عايز يبداها من اول رمضان. واحنا دلوقتي اهو رمضان خلص ودخلنا في العيد حاليا. يعتبر النهارده تاني يوم العيد. المهم عشان برضو مش شتت نفسي ونكمل في الموضوع ده، ان انت تكمل ومش شتت نفسك وكده. وقوم رغم كل حاجه، مش لازم الحاجه تكمل عشان تبدأ فيها. زي قناه اليوتيوب ديت انا عملتها، وزي دلوقتي اهو انا بصور بحاجه بسيطه جدا برضه عشان مش هطول عليك ونكمل. فالفيديو ده عملته في الاساس عشان الشخص ده، وان شاء الله بعد ما اخلص الفيديو ده انا هبعته له يعني رساله شخصيه ليه، عشان برضه يشوفه ويكمله باذن الله، ان هو يبدا بمعنى صح. مش يقعد يقول بقى انا هعمل ايه وكده ويركز على حاجه واحده زي ما انا كده مركز حاليا. انا كنت مشتت جدا يعني والله العظيم عايز اعمل كذا وكذا وكذا حاجه. دلوقتي انا مشغل مركز على قناه اليوتيوب بس. وحاجه تانية اللي هو الكوميونتي بتاع الواتساب، اللي هو يعني الواتساب يعني. هتلاقوا اللينك بتاعه ان شاء الله تحت في الفيديو ده لو حبيت تدخلوا بالمره. ولقناه التليجرام بنزل عليها ورد يومي برضه بالمره، لو عايزين تدخلوا عليها تنوروني وتشرفوني والله. وحاليا ايه احنا وصلنا للخاتمه بتاعه الفيديو بتاعنا. خلاص اهو انا لخصت لكم الموضوع كله. مش قريت حتى من سكريبت شات جي بي تي عمله يعني ليا. المهم في النهايه عايزك تبدا ومش شتت نفسك، وتاخد الفيديو ده كمثال والله العظيم حي. وكمل وابدا في اللي انت تعمله وركز على حاجه واحده بس، او حاجتين بالكتير بس مش اكتر ولا اقل. وقوم وخلص انت بتعمله رغم كل حاجه. انا دماغي اهي دلوقتي عماله تفكر وتعمل، وبفضل الله انا ما كملتش 5 دقايق في الفيديو اهو خلصه وانزله لكم دلوقتي. لسه قدامي ساعتين عشان برضه انا ورايا حاجات تانية عايز اعملها. يعني لسه ما كملتش، فاضل قدامي الساعه 2:34 من الوقت اللي قدامي يعني. عموما في النهايه عايز اعرفك ان ربنا في ظهرك، وان برضه انا يعني مش قلقان من الفيديو ده عشان انا عارف ان ربنا معايا وكله بتدبير. والله الفيديو ده انا بعمله عشان هو كتب لي ان انا اعمله وخلينا اعمله دلوقتي وبس. ده اللي انا عايزه لك يعني. فما تنساش ان ربنا في ظهرك وفي ظهرنا كلنا سبحانه وتعالى عما يصفون عما يشركون.
ومش الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. والى اللقاء، وقابلكم بقى في الريل بتاع بكره ان شاء الله باذن الله. حتى اصلا الفيديو ده ما كنتش المفروض انا اعمله النهارده، ده هو جه كده يعني بتدبير ربنا سبحانه وتعالى. ودايما تتوكل على ربنا قبل ما تعمل اي حاجه. ماشي، انا بقول لك اهو، توكل على ربنا دايما سبحانه وتعالى قبل ما تعمل اي حاجه وبس. مش تنساه، وقول اللهم دبر لي اموري فاني لا احسن تدبير، وانسى اي حاجه. مش تنسوا بقى قبل ما تطلعوا تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. والى اللقاء.